حكاية النهاردة بتبدأ بالفرق ريمي اللي كان بيعشق الشيف جاستو أشهر طباخ في باريس علشان كان دايما بيقول إن الطبخ لأي حد مش بس للناس اللي اتعلموه. ريمي بيحكي عن نفسه وإزاي هو فار مختلف عن باقي الفاران، بيحب يطبخ وبيحب يتذوق الأكل، بس بفضل حاسة الشم القوية اللي عند ريمي قدر يكتشف إن في أكل مسموم وفعلا أنقذ العيلة كلها من التسمم. ومن ساعتها بقت الفاران تروح لريمي كل شوية علشان يقول لهم الأكل اللي معاهم فيه سم ولا لأ، بس ريمي كان دايما زعلان إنهم بياكلوا من الزبالة وافضل يقول لهم احنا نستاهل ناكل اكل نضيف زي البني ادمين. باباه رد عليه وقال له الناس بيرموا الاكل في الزباله، يعني خلاص مش عايزينه. بس ريمي ما اقتنعش وفضل مصر على رايه، وفي يوم قرر ياخد اخوه ايميل ويطلعوا يسرقوا اكل نضيف من مطبخ الناس من غير ما يكون مسموم. وساعتها كانت صاحبه البيت مشغله التلفزيون وبيسمعوا خبر موت الشيف جستو اللي ريمي كان بيحبه جدا. وفجاه الست بتصحى وبتشوف ريمي وايميل في المطبخ، بتصرخ وتبدا تجري وراهم وهم بيجروا بكل قوتهم وبيهربوا منها. وفي وسط الهروب ريمي بياخد معاه كتاب الطبخ بتاع جوستو وبيهرب بيه، وبيكمل ريمي قصته. بعد ما هرب من الست بيتوه عن اهله وبيقع في المجاري، وبيفضل ماسك في كتاب الطبخ بايده كانه اخر حاجه فضلاله. يفضل يعوم في الميه جوه مواسير الصرف لحد ما يوصل لمكان مهجور شويه، بيقعد هناك لوحده، مفيش لا صوت ولا نور، بس بيبص على كتاب جستو وبيقلب صفحاته، وبيبدا يتخيل ان الشيف جستو قدامه بيكلمه. جستو بيقول له بص قدامك يا ريمي، شوف العالم وانسى اللي فات. الكلام ده بيشجع ريمي جدا وبيخليه يقوم وياخد نفسه ويطلع من المجاري للشارع، يبدأ يتحرك وسط البيوت ويشوف الناس ماشية والأنوار والشوارع، ويفضل ماشي ماشي لحد ما يشوف المطعم اللي عليه اسم جوستو. بيبقى طاير من الفرحة. أنا في باريس. في الوقت ده جوه مطبخ المطعم الشيف الكبير سكانر بيكون موجود وبيلاقي شاب واقف مستنيه اسمه لينجويني. لينجويني بيقول له إنه ابن واحدة كانت قريبه من الشيف جوستو، وبيسلم له جواب من مامته وبيقول له من فضلك خليني أشتغل هنا حتى لو هكنس بس. فسكانر يوافق وفعلا يعينه كعامل نظافة. في نفس اللحظة بيكون ريمي دخل المطبخ من غير ما حد يحس، بس بيتزحلق وبيقع جوه الحوض. بيطلع بسرعة ويستخبى، وأول ما يشم ريحة الشوربة يلاحظ إن في حاجة غلط. لينجويني كان حاول يدي لمسته في الشوربة وبوظها تماما. وقتها ريمي مش قادر يسكت، بيبدأ يحط شوية بهارات وشوية مكونات بحرفنة علشان يرجع طعم الشوربة زي الفل. وبالصدفة الشيف سكانر بيجي وبيزعق للينجويني جامد لأنه لعب في الأكل من غير إذن. بس قبل ما يطرده مساعد الشيف بيجي وبيقول له الشوربة اتقدمت للزبون وعجبته جدا. الجارسون وقتها بيجري ورا سكانر وبيحاول يوقفه قبل ما يزعق أو يطرد حد، بس ما بيلحقش، وسكانر بيبقى هيطرده فعلا. بس فجأة الجارسون بيدخل وبيقول له الشيف الزباين بيسألوا على اللي عمل الشوربة، عاوزين يعرفوا مين اللي طبخها. ساعتها سكانر بيتفاجئ ويدخل يشوف بنفسه ويكتشف ان الشوربة فعلا عجبتهم جدا، بس طبعا هو كان متضايق وبيشك في لينجويني. وقتها بتدخل كوليت الطباخة الشاطرة جدا وبتدافع عنه وبتقول له ما ينفعش تطرده، كفاية ان الزباين حبوا الشوربة. سكانر بيتعصب اكتر ويقول لهم تمام هو اللي هيعمل الشوربة تاني، بس المرة دي احنا هنقف ونراقبه ونعرف هو عمل ايه بالظبط. ريمي وقتها كان لسه في المطبخ، ولما بيسمع الكلام ده بيخاف وبيجري علشان يهرب، بس سكانر بيشوفه وبيصرخ بأعلى صوته وبيأمر لينجويني انه يمسكه ويتخلص منه فورا. لينجويني بيخرج براها المطعم والفار ريمي في ايده وكان خلاص هيرميه في المية، بس فجأة بيصرخ من غير ما يقصد، وساعتها بياخد نفس ويفكر. بيقول له يعني انت عملت الشوربة وعجبت الناس، يبقى اكيد تعرف تعملها تاني صح؟ ومن اللحظة دي بيقرر يحتفظ بيه وياخده معاه على البيت. لما بيوصل بيقعد يفرجه على المكان الصغير اللي عايش فيه، وريامي كان فرحان جدا خصوصا لما شاف من الشباك برج ايفل يقعد يتفرج عليه وهو حاسس انه في حلم، وبعدها ينام وهو مبسوط. وتاني يوم الصبح لينجويني بيصحى يلاقي ريمي محضر له الفطار بكل اهتمام. بيروحوا سوا للمطعم ولينجويني بيقرر يخبي ريمي في هدومه، بس ريمي ما بيبطلش يعضه ويفضل يزن فيه وكل شويه يخليه يتحرك بشكل غريب قدام باقي الطباخين اللي كانوا مستغربين جدا من حركاته. ساعتها لينجويني يدخل الثلاجه بسرعه وبيلاحظ ان ريمي جعان فبيديله حتى جبنه. وفجاه بيدخل الشيف سكانر ولما بيشوف الفار لينجويني بسرعه بيطفي النور ويلم ريمي ويخبيه جوه الطاقيه. بعدها بيتفقوا مع بعض على طريقه يقدروا يشتغلوا بيها سوا، وريامي يقول له انه ممكن يتحرك عن طريق شعره، فيقوم لينجويني يدربه في البيت، وكل مره يجرب يخليه يحرك ايده او رجله عن طريق شعره. وفي المره التانيه بيجربوا يعملوا الشوربه التاني وفعلا بتنجح. وساعتها الشيف سكانر
اسكانر بيعجب بيها ويبعتها لكوليت علشان تكمل تعليمه وتدربه. كوليت من أول يوم كانت حازمة جدا معاه وبتقوله بص يا ابني، أنا تعبت علشان أوصل للمكان ده ومش هسمح لحد يضيع لي اللي عملته، يعني هتسمع الكلام وهتشتغل صح وأوعى تغلط غلطة. في نفس الوقت سكانر بيظهر في مشهد وهو بيقرأ جواب من مامة لينجويني. الجواب ده بيثبت إن لينجويني هو ابن الشيف جستوه الحقيقي. وهنا سكانر بيتوتر لأنه فاكر إن المطعم هيبقى مالكه حسب وصية جستوه اللي مكتوب فيها. لو مر سنتين من غير ما يظهر وريث حقيقي للمطعم، المطعم يروح للشيف المساعد اللي هو سكانر. بس ظهور لينجويني كابن جستوه هيغير كل حاجة. ساعتها سكانر بيتكلم مع المحامي والمحامي بيطلب منه حاجة مهمة جدا، لازم نجيب شعراية واحدة من طاقية لينجويني ونعمل تحليل DNA علشان نتأكد فعلا إنه ابنه. بيتأكدوا إن لينجويني فعلا هو ابن الشيف جستوه، وساعتها بيبدأ يطبخ في المطبخ بشكل رسمي. ريمي بيكون فرحان إنه بقى جواحه المطبخ وبيحب يضيف لمساته السحرية في كل طبق، بس كوليت بتوقفه وتقول له لا، لازم نمشي على الخطوات زي ما هي، مفيش اختراعات ولا اجتهادات. وفي يوم الزباين بيطلبوا أكل جديد، حاجة مش موجودة في المنيو. وقتها لينجويني بيقرر يدور في وصفات جستوه القديمة وبيختار واحدة كانت صعبة جدا. وساعتها واحد من الطباخين يفتكر الوصفة دي ويقول لسكانر إنها ما كانتش بتعجب حد، حتى جوستاوه نفسه ما كانش بيحبها. بس سكانر يفرح لأنه شايف إن دي فرصته يثبت إن لينجويني فاشل. لينجويني يبدأ يشتغل على الوصفة ومعاه ريمي بيساعده وبيغير شوية حاجات في المكونات بطريقته. وفعلا المفاجأة إن الزباين بيحبوا الأكلة جدا وناس كتير بتيجي المطعم مخصوص علشانها. ساعة الطباخين يحتفلوا ويخرجوا ريمي بره شوية ويجيبوا له أكل يكافئوه بيه. بس لما بيرجع سكانر بياخد باله ويشيل الطاقية من على راس لينجويني فجأة، بس ما يلاقيش حاجة علشان ريمي كان مستخبي كويس. وفي اللحظة دي واحد من مساعدي الشيف بيحاول يوقع بين كوليت ولينجويني وبيبان كده إنه طمعان في مكانها. بعدها ريمي بيشوف أخوه إيميل اللي كالعادة كان قاعد بياكل من الزبالة. ريمي يتضايق ويقرر يدخل المطعم يجيب له أكل نظيف بنفسه. في الوقت ده كان سكانر قاعد مع لينجويني وبيسأله كده بنبرة مريبة قول لي يا سيدي، اتعلمت الطبخ فين؟ بس الحقيقة إنه كان بيوقعه في الكلام علشان شاف ظل الفار وهو بيطبخ من تحت الطاقية وكان شاكك إن في حاجة غلط. في نفس الوقت إيميل كان بيقول لأخوه ريمي لازم ترجع معايا، أبويا وباقي الفيران عايزين يطمنوا عليك. وفعلا بيروح معاه ولما الفيران بيشوفوه بيفرحوا بيه جدا. لكن ريمي لما بيخرج في الشارع بيتصدم من الزحمة والعربيات والناس وبيبقى مرعوب وبيحس فجأة إنه صغير وضعيف جدا ويقول لنفسه أنا كده عرفت العالم شايف الفيران إزاي. بيزعل جدا ويمشي وهو تايه. بس بعدها بيقابل إيميل اللي كان جعان وبيطلب منه أكل. ريمي بيقرر يسرق له أكل من المطعم علشان يأكله، لكن وهو بيدور على حاجة بيلاقي جواب ولما يفتحه يتصدم يكتشف إن لينجويني هو فعلا ابن الشيف جاستوه وهو الوريث الوحيد للمطعم. ريمي بيجري بسرعة علشان يلحق وساعتها سكانر كان بيحاول يمسكه بس ريمي يهرب منه ويطلع جري لحد ما يوصل للينجويني ويديله الورقة اللي تثبت الحقيقة. وقتها المطعم بيتنقل باسمه رسمي وبيبدأ يتكتب عنه في الجرايد. ولما الصحفيين بييجوا لينجويني يعترف إنه بيحب كوليت. نرجع تاني لريمي اللي أهله بيروحوا له وبيفضل يطلع لهم أكل من التلاجة وبيعيش لحظة لطيفة معاهم. وفي يوم من الأيام الصحافة كانت بتسأل لينجويني إيه سر موهبتك؟ إزاي بتطبخ بالطريقة دي؟ وللأسف لينجويني يفضل يتكلم عن نفسه ويتجاهل ريمي خالص. ساعتها ريمي بيزعل جدا ويحس إنه ملوش قيمة. وفجأة بيدخل إيجو الناقد المشهور وبيعلن كده بكل ثقة إنه جاي بكرة يدوق الأكل وهيكتب عنه مقال في الجورنال. وساعتها بيبقى الكل متوتر. لينجويني بيتخانق مع ريمي وبيزعق له جامد وفي لحظة غضب يطرده من المطعم ويرميه بره. لما بيرجع لينجويني البيت ما بيلاقيش ريمي مستنيه لأن ريمي وقتها كان مع أهله اللي دخلهم المطعم وخلاهم ياكلوا ويجروا في كل حتة. وفي وسط الفوضى دي لينجويني بيرجع يدور على ريمي ولما يلاقيه بيعتذر له من قلبه. بس وهو بيفتح التلاجة يتفاجئ يلاقي فئران كتير قوي جوه ويفهم إن ريمي كان بيسرق أكل علشانهم. ساعتها بيتعصب ويطردهم كلهم من المطعم. وفي اللحظة دي سكانر بيمسك ريمي ويحبسه في قفص ويوجه له تهديد صريح يا تطبخ معايا يا إما أنت عارف. وبعدها النائد إيجو بيوصل المطعم ويطلب من الجرسون يقول للينجويني أنا مستني أحسن طبق عندكم وهنشوف هتستاهلوا الجورنال ولا لأ. في الوقت ده إيميل وباباه بيتحركوا وبيقتحموا المكان وبيقدروا يحرروا ريمي من القفص. وساعتها ريمي بيقول بكل حماس لازم أرجع للمطعم، لازم أساعد لينجويني، من غيري مش هيعرف يطبخ. في نفس اللحظة لينجويني بيكون تايه مش عارف يعمل إيه من غير ريمي والمطبخ كله واقف. وأول ما يوصل ريمي المساعدين يحاولوا يقتلوه لكن لينجويني بيوقفهم ويقول لهم الحقيقة كلها. المفاجأة الكل بيمشي حتى كوليت بتسيبه وتمشي هي كمان. وبعدها بيظهر بابا ريمي مع عيلته وبيقول له إنهم هيساعدوه. لكن فجأة بيدخل مفتش الصحة اللي اسمه اسكندر وبيلاقي الفئران كلها واقفة في المطبخ. وقتها بيطلب ريم من أصحابه إنهم يمسكوه ويمنعوه من الهروب وفعلا بيمسكوه وبيطبخوه سوا. أما إنجويني فبيقدم الأكل للزبائن
وبعدها كيلتو بترجع علشان تساعدهم لأنها افتكرت كلام جيستو لما قال الطبخ للجميع. وقتها بيقرر الفار ريمي إنه يعمل للناقد إيجو طبق خلطبيطة بالصلصة، ولما بيخلصوا أنجويني بيقدمه للناقد بنفسه وهو خايف جدا من رد فعله. لكن المفاجأة الناقد بينبهر بطعم الأكل وبيقول لأنجويني إن الطعم خرافي، لكنه حاسس إن مش هو اللي طبخ الطبق ده. فبيقوله لو عايزني أعرف مين الشيف الحقيقي استناني بعد ما الناس تمشي. وفعلا لما المطعم يفضى بيشوف الفار لكنه ما بيعملش أي رد فعل وبيمشي في هدوء. بعد كام يوم إيجو بيكتب مقال جميل وبيقول فيه مش أي حد يقدر يكون فنان، لكن الفنان ممكن يجي من أي مكان. وبيعترف إنه منبهر بالشيف العبقري اللي في مطبخ جوستو وإنه بيعتبره أفضل شيف في فرنسا كلها. لكن للأسف مفتش الصحة بيرجع وبيقفل المطعم للأبد. بس ما تقلقوش لأن بعدها لينجويني وريمي وإيجو بيفتحوا مطعم صغير وبيقدموا فيه أحلى أكل ممكن تذوقه في باريس. الملخص ده بصوت عامر محمد. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناة فيلم مختصر على يوتيوب. وبس كده، سلام.